السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. في هذا الفيديو جيتكم بوصفه سهله وبنينه، كاطو ما يطيبش، ما يحكمش اليدين، مكوناته بسيطه وطريقه التحضير تاعو سهله جدا، وكيف يقطع لكم كميه لاباس بها. يعني اذا درتوه يعني ما كمش راح تتعذبوا في خدمته، والا راح يحكم لكم اليد ياسر. تابعوا معايا الفيديو باه نعرفوا الطريقه. لهنا عندي في اناء حطيت كميه من جينواز مرحيه. بالنسبه للجينواز هذه خدمتها ب4 بيضات، خدمتها ب3 مكونات فقط، فيها 4 بيضات، 4 ملاعق كبار تاع سكر، و4 ملاعق كبار تاع فرينه. راح نخلي لكم طريقه التحضير في صندوق الوصف، والا في تعليق مثبت. لهنا الجينواز هذه بعد ما حضرتها وبردت تماما، رحيتها في الميكسر. راح نضيف لهنا زبدة الفول السوداني، ضفت ملعقة كبيرة تاع زبدة الفول السوداني، وراح نضيف شوكولاتة الطلاء. بالنسبة لهنا للشوكولاتة الطلاء أنا ضفت 3 ملاعق كبار معمرين مليح، وانتم ضيفوا على حسب الرغبة تاعكم. يعني لهنا بالنسبة للكميات قادرة تزيد وقادر تنقص. لهنا كيف ضفت 3 ملاعق كبار تاع كاوكاو مرحي. لهنا مرحي شويه خشين، ماهوش رقيق ياسر، شويه برك خشين، ماهوش خشين ياسر وماهوش رقيق ياسر. راح نبدا نخلط في المكونات ونمزج فيهم مع بعضهم حتى نتحصل على المزيج اللي راكم تشوفوا فيه. يعني لهنا غير بالملعقه فرات. بعد ما خلطت المكونات كما شفتوهم، الان راح نبدا نضيف في العسل. العسل هذا راهو صنع منزلي، اذا حبيتوا نحط لكم الطريقه تاعو راح نخليه لكم في صندوق الوصف كيف. لهنا خلطت المكونات مليح وقعدت نضيف في العسل حتى تحصلت على عجينه. يعني المكونات هذوكم يولوا لي على شكل عجينه تتلم بين يدي. راح نحطها في اناء اخر لانه الاناء تاعي صغير، بدلتها في اناء اكبر شويه، وراح نبدا نعجنها بيدي. ضروري المرحله هذه نعجنوها بيدينا باه نتحصلوا على شكل تاع عجينه نقدروا نتحكموا فيها. عجنتها مليح بالشكل هذا، والان راح نبدا المونتاج تاع الكاطو تاعي. جبت هنا سارسو يكون مربع، درت له بابي فيلم من تحت لانه ما فيش قاعده، وراح نبدا نخدم. بالنسبه للخليط هذاك قسمته على 2، جبت القسم الاول وحطيته في السارسو، وراح نبدا نسوي فيه على شكل طبقه متساويه. يعني لهنا ما نخلوهاش جهه طالعه وجهه هابطه، هكاك راح يجينا الكاطو تاعنا ماهوش مليح وماهوش مفيني مليح. ريقلتها مليح الطبقه هذيك، سويتها ما خليتش حتى جهه اكبر من جهه، يعني خدمت بالملعقه ومن بعد خدمت بيدي. والان راح نجيب علبه تاع شاميه والا حلوه الترك، وراح نبدا نربي فيها باه نوزعها بالتساوي على سطح تاع الطبقه الاولى. بالنسبه لي لهنا علبه واحده جاتني رقيقه، يعني من بعديك كي نقص الحبات تاع الكاطو تاعي ماهيش راح تبان كطبقه. واللي جبت علبه اخرى وراح نرباها بنفس الشكل وراح نريقلها. بالنسبه لهنا السارسو تاعي راهو 25 على 25 سنتيمتر، لكن مش محتم تخدموا بسارسو، تقدروا تخدموا سنيوه والا اي حاجه تقدروا تخدموا فيها. يعني ماهوش ضروري تخدموا في سارسو ولا مقاييس ولا، المهم جيبوا سنيوه اللي تدخل للفرن على شكل مستطيل ولا على شكل مربع، وتحطوا فيها بركه بابي فيلم ولا ساشيات هذوكم تاع ساشي الغذائيين هذوكم، تقدروا تخدموا بها، تحطوها وتحطوا فوق منها المزيج وتسووه. بعد ما ريقلت الطبقه تاع حلوه الترك، الان جبت الكميه تاع العجينه المتبقيه وراح نسويها كطبقه ثالثه. سويتها بيدي حتى تسوت بالشكل هذا، وراح نحطها في الثلاجه حتى تشد روحها. انا خليتها 3 ساعات. لهنا باش كي نقسم الحبات يتقسموا لي دقيق ويجوني حباتهم متساويين. راح نبدا نقسم فيهم. جبت مربع، طابع مربع باش يجوني الحبات الكل كيف بعضهم. كيما راكم تلاحظوا، شوفوا كي نقسم راني نحط الطابع تاعي ونحط الموس ندخلو، ومن بعديك نجبد على فرد مره، ما نبقاش نطلع ونهبط هكا حتى نديفورمي الحبات تاعي. يعني وقت اللي ندخل الموس نكمل به حتى لنهايه سارسو. راح ندخل على سارسو هذاك باه نحل الحبات. شوفوا كيف ما جاو، راح نوري لكم بركه حبه كيف ما جات الطبقات، ومن بعد نكملوا طريقه التحضير. شوفوا معايا الحبات. لهنا بالنسبه للحبات تاعكم بعد ما تفرقوهم هكا على بعضهم وتسووهم، راح تزيد تحطوهم في سنيوه وتحطوهم في الثلاجه اذا شفتوهم ديكونجلاو ليكم. يعني لازم يكونوا باردين مليح باه ما يتعبوكمش في الخدمه.
من بعد واش درت؟ جبت شوكولا بيضاء وحطيت فيها قطعه شوكولا سوداء حتى تحصلت على اللون هذا، وكميه من الكاوكاو مرحي خشين، وملعقه كبيره تاع زيت، وقلاصيت بها الحبات تاعي كلها بالشكل هذا. والتزيين يبقى اختياري. نخليكم في امان الله ونقولكم سلام.